بس الناس اللي بتيجي تقول لك استاذ عادل امام ما يعملش غير حاجات هلس وخلاص، وده راجل ما عملش حاجه مفيده في حياته. لا، المسرحيه دي اهم دليل ان عادل امام عمل حاجات كتيره، وكان دايما عنده افكار في شغله، ودايما كان بيلاقي مواضيع يتكلم فيها. ما كانش جاي يضحكنا وخلاص، لا هو كان بيضحكنا، ولكن معظم مواضيعه وممكن نقول كلها كمان كان فيها فكره، وكان فيها حاجه جاي يقولها. أيها ال أيها ال صباح الفل او مساء الفل عليكم حسب التحقيق تسمعوني فيه، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم مسرح الاساطير والافلام. في حلقه النهارده زي ما انتم شفتوا هنتكلم عن مسرحيه الزعيم الفنان الكبير عادل امام. وبصراحه يا جماعه انا حاسس ان احنا عندنا مسرحيات كتير جامده جدا في مصر اتعملت، واحنا كاطفال حتى الناس اللي في سني او اكبر شويه كنا نتفرج عليها واحنا صغيرين ونضحك وخلاص. ولكن المسرحيات دي جميله جدا، ونقدر يعني نقعد نحلل فيها انا واربعه غيري، وكل واحد فينا هيلاقي معاني مختلفه جوه المسرحيه دي. فانا بالنسبه لي المسرحيه دي كانت تحدي شديد قوي، ان انا يعني الناس، انا عارف حضراتكم بتتفرجوا تيجي تقولي ما سهله يعني زي العيال كبرت، انت جاي تقول ايه مع كذا حد اتكلم فيها. فزي عادتنا خلينا نبدا سريعا كده بتلخيص المسرحيه. وانا عارف ان ممكن كده ناس كتير شفناها وبلا بلا بلا، بس يعني ادوني فرصتي. يمكن يعني انا للاسف قابلت ناس ما تعرفش ايه مسرحيه الزعيم دي. انا فاكر مره رميت لهم افيه، قال لك كده انت بتجيب الكلام ده منين؟ قلت لهم بجيبه مسرحيه اكيد مش بالفه، اكيد أنا مش مخي في اللحظه دي يعني الف افيه بالجمدان ده. يعني نبدا المسرحيه في قصر الزعيم، ونشوف الخدام الخاص بالزعيم اللي بيحميه وبيصحيه، وبعد كده بنشوف رستم نائب الزعيم وزنباوي المساعد الخاص بيه، وهما بيتكلموا عن ان في صفقه مهمه جدا هتتم في البلد، والصفقه دي مع دوله اجنبيه، هم طبعا هيطلع لهم فلوس كويسه لو الصفقه دي مشت على خير. ولكن بيقطعنا الزعيم اللي بيقوم بدور عادل امام، وبيخش يخطب في الناس على اساس النهارده يوم الثوره. ولكن رستم اللي كان بيقوم بدوره احمد راتب بيقول له النهارده مش الثوره في خامه الزعيم، ويقول لهم صحيني ليه؟ هو جايبين الناس دي ليه؟ وترد عادل الامام الجميله دي طبعا. وبعد كده بيقول لنا احنا النهارده اجتماع حضرتك مع الوزراء بتوعك، عشان هو برضو الرئيس في نفس الوقت رئيس مجلس الوزراء. ولكن الزعيم بيستغربوا احنا عندنا وزراء اساسا. ولكن خليني بس افكركم بحاجه، ان طول المسرحيه هو بيتشار له كالزعيم، ما بنعرفش اسمه ولا بيذكرش اسمه طبعا. فالوزراء بتقول له عندنا مشاكل في فخامه الزعيم، ولكن هو بيسخر من المشاكل دي. يكفي انك انت تقول ان الشاي والسكر والفراخ واللحمه وكل الحاجات دي بيسببوا ضعف الجنس عند الرجال، ساعتها كل واحد يقول لك يغور الاكل ابقى بكرامته قدام مراتي. وحاجات يا جماعه من هذا القبيل، انا مش عايز اقول التفاصيل اللي أنا كاتبها قوي، ولكن حاجات من هذه القبيل ان هو ايه، كل حاجه طلع له محل ساخر ليه. وبعد كده بيعرض على الوزراء نفس اللي كان نعيم بيتكلم فيها وزيمباوي، ان في دوله اجنبيه عايزه تعمل مشروع صغير، تعمل يعني ايه، قال ايه على بصوت عادل امام. تربه فرنجي هتعمل خواجات ليهم حاجات عجيبه. لكن احد الوزراء بيقول له يا فندم ده في خطر كبير على البلد والدنيا ممكن تتخرب وكده. فالتاني بيقول له لا ده راجل اشاعات ايه المهم بيخلص عليه يعني. ولكن بيعكر صفه الزعيم ان نعيم رئيس المخابرات بيقول له ان هم عثروا على واحد في شبه كبير من فخامه الزعيم، ولكن هم هيتولوا الامر ده ومش هيسمع عنه خبر تاني. في المشهد اللي بعده بقى بنشوف ايه، بنشوف نفسنا فوق سطح عماره قديمه فيها مين، زينهم اللي بيقوم بدوره برضه عادل امام اللي هو شبيه الرئيس. ومن هنا بقى طبعا انتوا عارفين تيجي بلوت تويست ان هو ايه، بيحققوا معاه وبيحاولوا ان هم يخلصوا عليه، او يلبسوا له زي ما بيقول بيلبسوا له كام قضيه عشان يخلصوا منه. ولكن في هذه الاثناء واثناء ما نايم خلص والقوات تتقدم وكل الحاجات الناس اللي شافت المسرحيه، مين بيقاطعنا؟ خد رجالتك وامشي من هنا. لان في هذه الاثناء واثناء ما نعيم ماسك صاحبنا زينهم ده يعني سلخه من الاخر، الزعيم الحقيقي مات. ما وطبعا دي مفارقه معروفه في اعمال ادبيه كتير ان هو ايه، يسموها الانسايتنج ايفنت، الحدث اللي هيكمل لنا بقيه المسرحيه بقى. فرستم بيقاطع نعيم وبيقول له ان احنا خلاص هنتولى الامر من هنا، ويفكوه ويطبطبوا عليه كل حاجه، وبيشرحوا له ان الزعيم مات وان هو يقوم بدور الزعيم. ولكن هو طبعا مش بيصدق، بيقول له هو في زعيم بيموت؟ ده يعني عمرنا سمعنا عنها. ولكن بنشوف يعني ايه يا جماعه حجم التفكير بتاع واحد زي زينهم ده، واحد يعني كومبارس ودوك، يعني كان كل هدفه الحين عايز يطلع يمثل ولا يطلع يعمل شغلانه كويسه ويكسب لقمه عيشه، بيتحول ان هو من بكره هيعيش عيشه الزعيم، يتعامل مع الزعماء، وبرضه يقوم بهذه الاكتيفيتي كان بيقوم بيها الزعيم. ومن ضمن الحاجات اللي نشوفها بقى لما هو بيوصل قصر رئاسه، بنشوف ان الزعيم بتعمل له مساج كل يوم. بنشوف مدام سونيا اللي بتقوم بدورها الله يرحمها الرائعه رجاء الجداوي، بتقول انا مسؤول عن العلاقات النسائيه لفخامه الزعيم، وغيرها من مواقف طريفه يعني غرضها السخريه، اللي انا بحس انها حشو شويه يعني.
هو احنا عارفين قصدهم ايه ومش هنقول قصدهم ايه يعني في اللي هو كان عايزين يقولوه في المسرحيه، ولكن مش هي ده الكور بتاع المسرحيه. الكور بتاع المسرحيه بيبدا لما بنشوف تعامل ذهنهم ده يا جماعه مع الزعماء التانيين او الرؤساء التانيين في الحفله اللي كانوا عاملينها عشان الدوله الاجنبيه ضمن هذه الاتفاقيه. قادة سفير موزمبيق. موزمبيقي؟ انا احب كل الموزمبيين. ولكن كل ده بيعدي رغم فضائح ذهنهم اللي فضحها لهم، ويبان الفرق بين واحد زي ده وواحد زي الزعيم الحقيقي. ولكن برغم كل ده ذهنهم بيكمل. ولكن في احد الايام وهو نازل ايه في وسط زي تأييد شعبي او نازل بالعربيه بقى كان الزعيم نازل وسط الجماهير، بتحصل محاوله اغتيال. ولكن يا جماعه ذهنهم بيحصل له هنا حاجه اسمها رياليتي تشيك، زي ما بقول لك حاجه ايه، حدث كده خليك تفكر في حياتك او تفكر ايه ده انا بعمل ايه انا رايح فين. بيفتكر انا هضيع نفسي عشان الناس تانية بتكرهه، طب انا مالي. ولكن رستم وزيمباوي بيخوفوه بيقولوا خلاص احنا نعدمك ونخلص عليك ونقول الزعيمات بجد بقى وخلاص. فالتاني بيخاف طبعا ويقول لك لا يا عم خلاص انا اكمل الكام اللي فاضل لي وامضي على العقد وخلاص انا مالي وهاخد فلوسي وامشي. ولكن بيقطع واحده من المعارضه اللي بتحاول تقتله، وهو بيحاول بشتى الطرق يقنعها ان هو مش الزعيم وان هو مجرد كومبارس. ولكن بيلاقوا ان هم مغيرين مهنته في البطاقه. اهو وادي البطاقه بتاعتي اهي والصوره واضحه والمهنه مكتوبه، المهنه رئيس الجمهوريه. ومدام سونيا بتقابله وتقول له فخامة ازاي تقعد تطبطب عليه، ولكن بيقدر يستفزها وتقول بالحقيقة انت نسيت نفسك يا كومبارس وهكذا. يعني طبعا هتلاقوا مشاهد بتتعرض دلوقتي. أرجوك تستعد عشان تمضي الاتفاقية، إحنا في انتظار فخامتك. طب اعدل لي الباروكه بتاعتك يا مدام سوريا. أعدل إيه؟ الباروكه بتاعتك معوجه. باروكة بتاعتي معوجة؟ ايوه. أنا اتقال لي باروكة يا صايع يا ضايع. أنا اتقال لي باروكة يا تربية السطوح. وبيعرف عن طريق السكرتيرة اللي كانت جاية تقتله دي ان الصفقة دي فعلا فيها نفايات نووية وقادرة تبوظ اجيال كتيرة وهتدمر صحة الناس في مصر. فهنا بس ذهنهم بيحس بالمسؤولية وبيحصل له لتاني مرة رياليتي تشيك. بيقول طب انا هكون مسؤول عن الناس دي كلها، طب انا يعني هشيل ذنب الناس دي كلها في الاخر. وبيقرر انه باي شكل هيوقف اللي بيحصل ده وهيمنع الاتفاقية دي من الحدوث. من اول ان هو مثلا بيقعد يشتم الرئيس الضيف يحاول يضربه، يقول لك عايز مسطره حرف تي، طب انا عايز نضارته، طب انا عايز مراته، اي حاجه لدرجه انه بيتعصب. ولكن الراجل ما بيتعصبش عشان من الاخر هو محتاجنا. ومن الاخر بيجيب على بلاطه بيقول له رستم وزيمباوي انا عارف انتوا بتعملوه بس بلاش تموتوا الناس، يعني على الاقل يعني انهب الفلوس دلوقتي. بس سيبوا الاطفال تعيش، يمكن هي اللي تقدر تعمل حاجه بعدين. ولكن الاطفال ما تطلعش مشوهه او ما يكونش في اصلا اجيال تكمل بعدنا. وبنقفل المسرحيه بلفته كوميديه ان هو ايه بيبلغ نعيم ان هو يعرف عن موضوع زينهم وان هو هيتولى الامر. ولكن بيبلغه ان رستم وزيمباوي كان بيتامروا عليه وبيتامروا على البلد ولازم يقبض عليهم. ولكن نعيم صديقنا ما بيصدق ويقوم مخلص عليهم. ويوم جاي وزير الداخليه يقول له تعالى امسك نعيم واعدمه عشان ايه؟ قتل 2 من اخلص رجال الدوله ليا. ويعني من الاخر بيصفي الناس اللي سيئه دي مجرد واحد كان كومبارس ولا يعرف اي حاجه في حياته. طبعا انا عملت ده انا هندم عليه بشكل كبير عشان انا كنت كاتب لكم الفصول المسرحيه بتلخيص شديد جدا. ولكن لما فتحت الكاميرا حاسس انه لا، يعني انا مش عايز اقعد اقرا واقعد اقول لكم تفاصيل المسرحيه عشان حتى لو انا لخصتها لكم انتوا لازم تخشوا تتفرجوا عليها، سواء في العيد بقى بره العيد عامه، يعني لازم تتفرجوا عليها. وده بقى ياخدني لامتع جزء في الحلقه وهو اهم 3 حاجات اتعلمناها في مسرحيه الزعيم. اول نقطه حابب اقتبسها من جمله قالها الزعيم عادل امام في فيلم التجربه الدنماركيه، وهي سبق قبل كده وقلت لكم ان كل نيله مرحله ليها مفرداتها وتوجهاتها وبنيتها الاساسيه. وهي دي النقطه يا جماعه، كل مرحله ليها مفرداتها. ببساطه شديده كل مستوى او منصب اجتماعي او مرحله في حياتك ليها تبعياتها وليها مسؤولياتها لازم فعلا تتحملها. يعني خلينا نتكلم عن المسرحيه سريعا. زينهم لما كان كومبارس ما كانش لاقي ياكل، ما كانش عنده اي حاجه زي ما اللي هي رفاهيات. ولكن لما بقى زعيم الامه ورئيس الجمهوريه بقى عنده كل الملذات وعايش عيشه رفاهيه جدا. الراجل بياكل ببلاش، بيشرب ببلاش، في ناس جاده لكم مواعيد، في حد بيصحيه من النوم وفي حد بيحميه، يعني اي حاجه ممكن تتخيلها في بالك في حد يعملها له، ما فيش اي تعب ورفاهيه جامده. ولكن هو ما عرفش يرتاح وما حسش براحه البال اللي كان حاسس بيها اثناء هو كان ساكن فوق السطوح ويا دوب بيهرب من صاحبة شقة وبنتها لازم تتجوزه وهكذا. ولكن لما هو بقى الزعيم شاف الناس بتكره الزعيم او الناس ممكن عايزة تموته، لا وكمان ده هو مسؤول عن اجيال تانية تطلع. يعني كان قراره ان هو يمضي على الاتفاقية دي او لا قادر يدمر اجيال تانية. فهو الموضوع ما كانش اكل وشرب وزيت ومساج وهكذا، ولكن كان في حاجات كتيرة مترتبة على مصيبه ده. وده فعلا يا جماعة لما نيجي نبص على حياة ناس كتير حوالينا، وهو شغال موظف ليه مسؤولياته وليه تبعياته وممكن يكون مرتاح كده،
واللي صاحب شغل برضه هيبقى عنده مسؤوليات اكتر، وممكن كمان يكون اسوأ من التاني، لان ببساطه صاحب الشغل هيخسر فلوس دايركت. ونفس الكلام في العلاقات، مثلا اللي متجوز مش مرتاح وممكن يكون برضه سنجل مش مرتاح، وممكن غيره متجوز مرتاح، وهكذا. يعني مفيش يا جماعه حاجه من غير عواقب ومن غير تبعيات. ولكن في وهم الناس بتطرده حاليا ان هو ما سهله اهي يعني، او ان هي ايه، ما كلنا تعبانين. طب ما احنا كلنا تعبانين، بس يعني طبعا تعب يفرق. ومش معنى ان انا مثلا صاحب شركه وانا مرتاح، او ان انا مثلا سنجل فانا مش شايل الهم او متضايق، او ان اللي مخلف 5 ده مش متضايق، او وات ايفر. يعني مش كل حاجه بالفكر العام سهله. يعني على رأي محمد عبد العاطي لما كان بيقول لك ايه، لما حد يقول لك ما هي سهله اهي، لا صعبه يا كذا، لا يعني هي مش فيش حاجه اسمها سهله. اللي شغال موظف ده عنده مسؤوليات وعنده حاجات، وصاحب الشركه برضه عنده مسؤوليه التسليم الاعلى. زي بقول لك الموظف مثلا ممكن يقول لك انا مرتبي مش مكفيني او اشتغل شغلانه تانيه. ممكن تيجي تبص لصاحب الشركه ده، انا مرتاح يا عم، ده عنده شركته، ولكن هو اي خساره بتحصل هو خسرت من فلوسه على طول. يعني اللي محوشه او كل ما يملك هو بيخسره على طول. على الاقل الموظف لو خسرت جزء من مرتبك تقدر تعوضه بشغلانه تانيه، فاهمني؟ فده اللي قصدي عليه، ان هو الموضوع ده مش مفيش حاجه اسمها سهله وخلاص، او مفيش حاجه اسمها ده مرتاح. يعني ما اعتقدش ان في حاجه اسمها حد مرتاح بشكل كبير يعني. وبرضه في نقطه مهمه الناس بتنساها يا جماعه، ان هو ما هو مش كلنا نفس التربيه، ومش كلنا نشأنا في نفس المكان او في نفس الافكار او في نفس البيئه اللي حوالينا من الناس اللي جيراننا او اصدقائنا او هكذا. كل الحاجات دي يا جماعه بتاثر في نشأة الشخص. يعني ببساطه يا جماعه اقول لكم مثل سهل، في واحد يقدر يشتغل في الشرطه، يقدر ياخد القرارات الصعبه، يقدر يكون شخصيه ناشفه، يقدر يعمل، يقول لك انا بعمل الصح. وفي شخص تاني يقول لك لا انا هشتغل دكتور، انا هقدر استحمل اشوف منظر الدم، او ان انا جازف، او ان انا اكون يعني في واحد بين حياه وموت في ايديا. كل واحد يقدر يشيل مسؤوليته، وكل واحد شخصيته تسمح له بكباسيتي او بطاقه معينه ان هو يقدر يعمل حاجه معينه. فللاسف حاليا بقى في الترند اللي هو انا هعمل 4 5 حاجات وكلهم ابقى جامد فيهم. يعني طب تمام، انا مبسوط لك ومبسوط لك، بس مش ده الصح. يعني ما فيش حد يقدر يعمل كل الحاجات دي. هتقدر تعملها، بس ما فيش حد هيكون عنده الكاباسيتي وعنده الدماغ ان هو يدير الحاجات دي كلها. نفس الكلام في المسرحيه، ما هو زينهم داخل كومبارس، بس ما يقدرش يكون رئيس جمهوريه، ما يقدرش ياخد القرار بتاع رئيس الجمهوريه. فما حدش يقول لك ايه الرئاسه، يعني الرئاسه مش صعبه. لا صعبه. انت تخيل انت الناس دي كنت مسؤول عنهم، عن امنهم، عن سلامهم، عن اكلهم، مش حاجه سهله خالص يعني. وده فكرني بجمله اتقالت لي في فتره صغيره كده، اشتغلت ككول سنتر. يعني قلت اخد التجربه دي واشوف الناس بتمر بايه وهكذا. اقفل الراوتر وافتحه تاني. يعني مش كنت بقول له على حد، او اقول له يعني هو ده مش يعني سنه كده، مش قال لي يمكن هو مرتاح كده، والله بالنص كده. يقول له ده سنه كبير ومش عارف ايه. قال لي يا عم مش عارفك، هو يمكن مرتاح كده. وانا بقى سمعت الجمله دي وسكت، تصدق انا احترمك فعلا، يمكن هو مرتاح كده. ده نهايه النقطه اللي عايز اتكلم فيها النهارده، اللي هي بتاعت المسؤوليات. هو يمكن مرتاح كده، اللي عايش في دور الضابط او اشتغل كظابط هو مرتاح كده، واللي اشتغل كدكتور مرتاح كده، واللي سنجل مرتاح كده، وهكذا يعني. ايها يعني ممكن يكون هو مرتاح كده. يعني ما تقدرش تحكم عليه ولا تقول سهل ولا صعب، لكن هو ممكن مرتاح كده. يصير هو مرتاح بصعوبتها، هو منبسط جدا مبسوط جدا بانها صعبه. يعني هو مرتاح كده. وده بقى ياخدني لتاني نقطه مع النهارده، وبرضه هقولها عن طريق جمله معروفه: الاشياء قد تبدو اقرب في المرآة. مش كل حاجه بتشوفوها يا جماعه بتطلع زي ما انت فاكر. كل اللي احنا شايفينه يا جماعه كشيء لذيذ وسهل وتيجي، مش بالشكل ده. يعني ابسط مثال دلوقتي في عالمنا الحالي، الانفلونسرز او الناس اللذيذه اللي بتعمل كونتنت جميل او ممكن ما يعجبنيش او تقدر وناجحين، يعني ده الملخص. هل انت كنت معاهم او انت كنت معاهم لما هو كان فيديوهات ما كانش يجيب غير 100 او 200 فيو، او حتى ما يجيبش فيوز خالص، والناس تقول له يا عم القرف ده قافل، ده انت مش عارف ايه، مش عايز اقول الفاظ يعني بتقال. هل انت كنت معاهم في ده؟ لا. وللاسف مفيش حد ما عداش على النقط دي. مش شرط يكون في الموضوع ده، ممكن يا سيدي يجرب حاجه تانية وما نجحش. وبالصدفه انا لسه كنت بسمع بودكاست كان طالع فيه محمد هاني اللي هو المخرج، اللي هو على انستجرام هاني فيجوالز، كان بيتكلم عن نقطه. قال لك انا جربت حاجات كتيره وما مشيتش، جربت في التصوير والاخراج مشيت معايا، ولقيت نفسي انا على حاجه بحبها ومشيت. فنفس الفكره، انت ما تفتكرش ان اي حاجه حد وصل لها دلوقتي يا جماعه هي سهله وبدوسه زرار خلاص هوصل. لا، هي مش كده خالص. نفس الكلام في المسرحيه. زينهم كان فاكر انه يا عم انا هعمل دور الرئيس ده تمثيليه وهاخد لي قرشين واكل وشرب وستات وحاجه حلوه، ولكن لما راح اكتشف حجم المسؤوليه اللي هو فيه، زي ما بقول لكم في النقطه اللي فاتت، الناس دي هاكلهم منين؟ الناس دي مسؤوله عن انا مسؤول عن امنهم، الناس دي مسؤوله عن حياتهم لو مضت الصفقه دي. فهنا بنشوف يا جماعه، انا بعيب بالنقطه دي قوي، ان هو موضوع مش زي ما احنا شايفين. يعني هو مش كل اللي احنا شايفينه على الجهه الاخرى جميل، ومفيش حاجه بتيجي بالسهل يا جماعه. بجد والله العظيم كلنا بنسعى، وانا لحد دلوقتي بعمل الفيديوهات دي وما بتجيبش حاجه، بس عادي كلنا بنسعى. ممكن ما نكونش انا رزق في الحاجه دي، ولكن اقتناع الشخص ان احنا نفضل نكمل نسعى ونجرب وهكذا في كذا حاجه، او في حاجه معينه لحد ما تظبط معانا في حاجه منهم.
او اعمل حاجه وتفشل فبطلها فاجرب حاجه تانية فتظبط. مفيش حاجه بتيجي يا جماعه كده. حتى بقول لكم حتى انفلونسرز، حتى نفترض يا سيدي ان هو ما تعبش وزق يعني مش دي فلوس يعني، مش دي حاجه تكلفها هو برضو، فاهمني؟ فما فيش حاجات كده، ما فيش حاجه اللي هو بس دوسة زرار، مش الابوين السحريين بتوع زي بتاع الكرتون هيعملوا لك كده في حلاوه حياتك يعني. ونفس الكلام برضو يعني ينطبق على اصدقائنا الدكاتره ومهندسين ومحامين والمهن اللي هي في الاول بتكون صعبه. الناس دي يا جماعه اعرف ناس ما بياخدوش فلوس في الاول، يعني يكاد ان هو بياخدوا فلوس تكفيهم اساسا، ولكن ما تجيش تبص لهم انت بعد 20 30 سنه سوء طلعان عينه وتيجي تقول ده بيكسب قد كده وده على الكشف بتاعه قد كده. طب ما الراجل يا عم استحمل كشوفات قليله كتير واستحمل ناس كتير تقول له انت تفهمش حاجه وانت حمار وات ايفر يعني. والراجل المهندس فضل واقف في الموقع كتير في الشمس والحر لحد ما ربنا كرمه وبقى في المكان دي عشان ياخد المرتب ده. ما فيش حد، انا اقول لكم مفيش حد عمل كده واصل، واللي بيعملوا كده احنا عارفين اللي بيطلع بسرعه بينزل بسرعه. وفي اخر النقطه دي حابب اقول جمله برضو من فيلم كان بيتكلم عن مؤسس ماكدونالدز اللي هو اللي خلى الفرنشايز منهم. كان بيقول لك ان الموهبه لا تكفي، يعني التالنت او الموهبه انت عندك مش كفايه. مفيش حاجه في العالم هتحل محل الاصرار والاستمراريه، ان انت تفضل تزن وتعمل تجرب 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 برزيستنس كل يوم تجرب تجرب. مفيش حاجه في العالم هتقدر تبدل دي، تفضل تحاول وتفضل تزن على الحاجه لحد ما توصل لها. وده بقى ياخدنا لثالث نقطه مع النهارده، وبرضه هبتديها بمقوله من فيلم اوبنهايمر لما قال لك الهواة الذين يسعون وراء الشمس يلقون حتفهم، القوة الحقيقية تكمن في الظلال. الجملة دي يا جماعة لازم تدرس، ولازم اعمل عنها حلقة كاملة لوحدها وعن الفيلم ده. وده شفناه في المسرحية يا جماعة لما الزعيم الحقيقي كان ازاي منشغل بنزواته وبامور تافهه وسايب الحاشيه والناس اللي تحتيه هم اللي ماشوا الدنيا. ولما حتى الراجل مات الدنيا ما عطلتش، ده جابوا كومبارس يا دوبك يأدي كلامهم ويقولوا له يعمل ايه وخلاص. يعني متخيلين الوضع كان واصل لايه؟ هو فعلا الناس اللي بتعيش في الظلال او الناس اللي هي ممكن ما نشوفهمش في الضوء دول ومشهورين وهكذا، وارد جدا مش بيقولوا نظريه مؤامره، ولكن هم اللي بيحركوا او هم اللي معاهم القوه الحقيقيه. لان ببساطه هو مش متعرض لكره الناس ولا لعصبيتهم ولا اي حاجه. يعني زي المنتج، يعني ناس كتير ممكن ما تفتكرش المنتج عندنا في السينما المصريه، ولكن يفتكر المخرج او يفتكر الممثل الوحش. المنتج ممكن يتنسي مع انه من اهم العوامل في صناعه اي حاجه سواء اعلانات او افلام او حتى برنامج زي ده هو المنتج او المنتجه يعني. فالموضوع بيكون مضحك قوي يا جماعه. هو القوه الحقيقيه تكمن فين؟ اصحاب الشركات هم اللي معاهم القوه، ولا العمال والناس اللي بيعملوا حرف يدويه هم اللي بيمشوا لهم شغل؟ اللي بيمشوا لهم شغلهم هم اللي معاهم القوه. ده سؤال محتاجين انتوا تجاوبوني عليه او تفكروا فيه. ما هو بدون العمال او بدون الناس اللي بتشتغل رجال الاعمال المصريين هتقف، شغلهم هيقف. فانت لو جيت تفكر فيها تحس الموضوع مضحك. انه القوه فعلا في ايد مين؟ القوه في ايد الناس اللي معاها الفلوس والناس اللي معاها النفوذ، ولا الناس اللي اصلا بتتابعهم واصلا هم اللي بيغذوهم على النفوذ دي؟ وانا عجبني ان اتذكر في المسرحيه لقطه زي دي، يعني ممكن ما كانتش مقصوده بس انا فسرتها كده. لما عادل امام اللي هو كان في لسه كان دور زينهم قال لك ايه؟ اللهم اخرب بيتنا احنا يا شيخ، اللهم موت الشعوب كلها في يوم واحد عشان الرؤساء يصحوا الصبح ملوش حد يحكموه بقى، ملوش حد يحكموه بقى، يجيبوا عقد عمل ويروحوا السعودية بقى. اللي عايز مروحة يجيب واللي عايز خلاليط يجيب، كل زعيم يجيب 2، يخلي واحد ويبيع واحد، يبقى دخل ده في ده كله ما دفعش حاجة. وعلى قد المقطع ده ما هو مضحك، ولكن هو ده حقيقي فعلا. هو لو الزعماء او الناس اللي بترقص حد او الناس المدير في شركه ما لقاش الموظفين بتوعه وهيدير على مين او هيحرك مين؟ فهنا مين معاه القوه؟ هو انت كونك معاك النفوذ ده كافي، ولا انت محتاج تمارس النفوذ ده او محتاج النفوذ ده عشان تطبقه على حد تاني؟ وده برضه يقدر ينطبق عليه او على اي حد في مجال الميديا او حد بيطلع يقدم حاجه بنفسه، ابسطهم الفنانين او المغنيين. ما هو ببساطه يا جماعه لو الجمهور مبقاش يحبه خلاص هو فقد شغله ومبقاش حد هيطلبه في الشغل. هو الموضوع كله عرض وطلب. ولكن تحس ان الموضوع مضحك تاني زي ما بقول لكم، ان ممكن ناس تفتكر الفنان ده يا عم ده معاه قد كده بس. ما هو للاسف يا جماعه احنا اللي بنحرك الفنانين. ما انت دعمك ليه او كلامك عليه هو اللي بيخليه يتشهر اكتر او يبقى مطلوب او عليه ان انت عايز تتفرج على حاجته. نفس الكلام مع المغنيين، نفس الكلام مع حتى حد زيي. لو انا ما بقولكش حاجه مفيده وكلامي ممل الناس مش هتتفرج، الحاجات مش هتتشاف، انا هبطل. نفس الموضوع يعني. فتحس الموضوع القوه ده او الشغل او الحاجات دي كلها هي حاجه مبنيه على حاجه. وده بقى بشوفها ان في ناس منتجه وناس مستهلكه. ولكن السؤال بقى في النقطه دي انت انهي فيهم اساسا؟ انت منتج ولا مستهلك؟ ومش عيب، الاثنين حلوين. وده بقى ياخدنا ده رابع نقطه مع النهارده، وبرضه اقتبسها من فيلم بابلون لما كان ممثل مشهور بيقول لصحفيه انت ما تعرفيش احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل حاجات عظيمه انت زي الصرصار. Eleanor, you peddle gossip. You don't make anything. You don't know what it is to put yourself out there. You're just a cockroach.
I've been counted out before. This Have isn't you new ever to me. stopped to think why, when there's a house fire, the people die and the cockroaches all survive? Jesus Christ. What happened was you thought the house needed you, but it doesn't. It doesn't need you any more than it needs the roaches. And the roaches, knowing this, crawl back into the dark, lay low, and make it through. See, but you held the spotlight. It's those of us in the dark, the ones who just watch, who survive. وده برضه يا جماعه شفناه في المسرحيه لما زينهم راح قال لرستم وزيمباوي انتوا سايبيني انا كنت هموت، انتوا مش خايفين على عمركم؟ قالوا له بكل برود ايه؟ احنا لابسين واقي ضد الرصاص. ده نفس الفكره، الناس اللي زي كده اللي احنا ممكن نحسهم يا جماعه بيقال بالانجلش لو لايف، او الناس اللي مالهاش قيمه في الحياه او هكذا، او الناس القليله او وات ايفر مسمى يعني، انت ممكن تحسهم ان ما لهمش فايده في الحياه، ولكن ما هو للاسف الناس دي اللي بتكمل. نفترض نفس فكره المسرحيه ان الزعيم مات، ما الناس دي ممكن تكمل مع النظام اللي بعده وهيفضل يكسب ويكسب ويكسب. هو يمكن ما خدش السبوت لايت بتاعت الزعيم ولا خد الشهره ولا خد اي حاجه، ولكن هو استمر. نفس المثال اللي قلته في النقطه اللي فاتت، وممكن الممثل اللي يبطل يشتغل او المغني يبطل يشتغل، ولكن شركه الانتاج او منتج او وات ايفر المؤسسه دي هتفضل مكمله عشان هي مش قايمه على اشخاص. وفي نفس الوقت واهم من كده، عشان مش هي محطوطه في السبوت لايت، مش هي اللي عليها كشافات ومتنوره وشها، هي مجرد في الظل، واللي بيكون في الظل هو اللي بينجو. وبرضه ما تفتكروش الناس اللي في الظل دي هتفضل طول عمرها يعني في الظل ومش هيروحوا، لا ممكن يستبدلوا، ولكن يا جماعه ببساطه زي ما بيقولوا العمر بتاعهم او اللايف سبان بتاعتهم اكبر، عشان هم زي ما بقول لكم مش متعرض للشمس كل يوم. نفس المثل كده في حاجه كلنا بنحبها وهي كره القدم، تلاقي اللعيب مثلا من دول يوصل الثلاثينات او ال40 بالكتير ويبطل كوره، يقول لك خلاص ما انا مش قادر، جسمه خلاص ما هو عمال يستهلك جسمه كل يوم بيلعب وهكذا. ولكن مين اللي بيكمل ل 70 و80؟ المدرب. عشان ببساطه المدرب ده بيتكلم بيزعق بيديهم تعليمات، ولكن مش بيستهلك جسمه ولا بيتحط تحت تاثير الضغط زي الناس التانيين. ولكن يا جماعه مضحك ان السيناريو ده او الوضع ده موجود من قديم الازل تقريبا، ان حد ما بيظهر للنور او حد ما بياخد السبوت لايت وبينتهي، وحتى اللي بيكمل ابعد منه شويه، ولكن هما الاثنين بيخلص وقتهم. والموضوع بحس عامل زي يا جماعه زي النقاشين او السباكين او الناس ذو الحرف اليدويه، لما يجي يقول لك مين الحمار اللي كان شغال قبل ده؟ يعني انا اكاد اجزم انه ممكن بلاش بعد 10 20 سنه، بعد سنه او اتنين لو حتى لو انا اتعرفت حد هياخد كلامي ده او يعمل شبهه ويقول لك ما عمر ده كان حمار ما بيعرفش يقول حاجه. فهو الموضوع مضحك ان هو في وقت ما في ناس تانية هتطلع تقدم اللي انا بقدمه ده، او هيتكلموا في نفس النقاش ده في بيت ما دلوقتي، وكل واحد يكون شايف ان التاني غلط، وتحس ان الحاجات دي متكرره، ان السايكلز اللي احنا فيها دي متكرره، ان الحياه عباره عن دورات متكرره. ولكن انا اعتقد ان الحل الوحيد في نقطه زي دي هي تتقبل، زي ما قلت لكم في المشهد ده كده، هي تقبلت، قالت له يعني مش ما زعلتش من هو بيقول انت صرصاره، بس انا هكمل اكتر منك، وقالت له ولكن في نهايه الامر انا برضه هروح. فهو الموضوع يا جماعه انا بحس ان هو تقبل حاجات كتيره، تقبل انت في وقت ما هتروح، تقبل انت مش دايم في المنصب ده، تقبل انت مش دايم في الوضع ده، مش طول الوقت هتفضل في النور وتفضل طول عمرك نجم النجوم وهكذا. ده حتى الاستاذ عادل امام ربنا يديله الصحه خلاص الراجل قال لك انا تعبت خلاص هريح. هو طبع البشر كده خلاص، انت بعد فتره خلاص بتستهلك تتعب خلاص عايز اريح، خلاص بينتهي دورك على كده. ولكن انا وجهه نظري زي ما قلت تقبل، وفي نفس الوقت عايز اضيف حاجه مش مكتوبه في السكريبت بجد، ان حاول تكون شخص لذيذ، حاول تكون زي الاستاذ عادل امام كده بجد، تعمل حاجه حتى لو هيجي لك انتقاد عليها يكون فيها جزء ما فايده للناس اللي بعدك، عشان اللي يجي بعدك ما يقولش مين الحمار اللي كان شغال قبل ده. في نهايه الحلقه احب اقول لكم استمتعوا باللي انتوا فيه عشان مصير يخلص برضو زي ما الحلقه دي خلاص خلصت. انا كالعاده كنت معاكم عمر الدش من مسرح الافلام. سلام.